إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ خالد معاكم فيديو جديد من دي يوتيوب. النهارده هنخش نشوف تشكيلتي ان شاء الله للاسبوع الثالث، والتشكيله بتاعت الاسبوع اللي فات ايه اللي هنغيره فيها. بس الاول كده يا معلم بقى، لايك وسبسكرايب وشير، ويلا بينا نخش نشوف هنقول ايه. اول حاجه بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش كده مع بعض على الويب سايت، وده السكور اللي انا عملته الاسبوع اللي فات. يعني بصراحه سكور يعني صعب جدا. جبت 61 بس للاسف. كان عندي اريولا، كنت مراهن عليه برضو اريولا في الماتش ده، قلت هيعمل تصديات كتيره وفعلا عمل تصديات الحمد لله وصدر بالجزاء وجاب لي 10 نقط. ستوبينان طبعا وميتوما ما نقدرش نتكلم عليهم. كاش جاب لي 6 نقط. جابريل جاب لي نقطه وحيده، معرفش هو نزله ليه، كان سايبه اصلا على الدكه. بوتمان نقطتين. ديابي كان في مجال انه يجيب اكتر من كده بكتير بس حظه كان سيء جدا. ساكا ادى ضربة الجزاء لاوديجارد طبعا، عشان هو انا عرفت ان ساكا كان مكابتن او عامل تريبل كابتن لاوديجارد في التيم بتاعه، فاداله الكرة علشان ايه؟ يجيب جون فيضرب معاه تريبل كابتن. طبعا صلاح خذلني للاسف، كابتنته، بس هو كابتنته كانت بالنسبه لي احسن من كابتنه هالاند مبدئيا، لان الناس اللي كابتنت هالاند خدت 4 نقط بس، لكن انا خدت مع صلاح 10 نقط الحمد لله. بس خذلني، انا كنت عامل حسابي ان هو مع قدام بروموس هيجيب مثلا جونين ولا حاجه. فيلا الحمد لله 10 نقط مش وحشين. ميتوما طبعا العملاق جاب لي 12 نقطة. داروين أول واحد في اختياراتي بعته. طبعا داروين مايونيز ملوش أي لازمة. ستونز برضو من الناس اللي بعتها. كان رامز ديل برضو عندي جايب كلين شيت وقاعد على الدكة أهو جايب 6 نقط. فا اوفر اول انا جبت 61 والرانك بتاعي بقى مليون 292 الف. يعني اهو الى حد ما كويس، مش وحش. هنشوف بقى الجوله الجايه اللي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات ان هي جوله سهله ان شاء الله. فتعالوا اوريكم انا عملت ايه في التيم بتاعي والترانسفيرز اللي انا عملتها. اول حاجه انا هنزل في حراسه المرمى برامز ديل لانهم هيلعبوا فولهام، فنسبه الكلين شيت هتبقى عاليه جدا ان شاء الله. نيجي بقى في خط الدفاع، انا جبت تشيلويل مكان ستونز. تشيلويل غيرته بستونز الحمد لله، واتبقى معايا كمان فلوس في البنك بتاعي حوالي مليون و600 الف او حاجه كده. تاني حاجه عندك استوبينان اساسي هيلعب معايا، وكاش برضه هيلعب اساسي معايا في الجوله دي. نيجي لخط الوسط، عندك ميتوما هلاعبه اساسي اكيد، وديابي وساكا، وللاسف صلاح. صراحه بفكر ان انا ابيعه بس من الجوله اللي بعد كده لما يكون معايا ترانسفير، لان انا مش عارف هعمل ايه دلوقتي معاه. وبرضو عندك في الهجوم هالاند، وهكابتن هالاند بنسبة كبيرة لو ما غيرتش رأيي قبل الماتش بشوية او قبل الديدلاين بشوية. ممكن اغير رأيي وكابتن تشيلويل، لان انا شايف ان تشيلويل ممكن يعمل حاجة، وساعتها لو انا كنت مكابتنه فانا يعني هبص هطير كده على الناس. فده من التفكيرات اللي في دماغي ان انا كابتن تشيلويل. هيلعبوا لوتن تاون، فاعتقد هيبقى ماتش سهل عليهم. وتشيلويل ممكن يعمل حاجه لان هو بيلعب جناح طاير ما بيلعبش باك يا جماعه. فانا شايف ان تشيلويل للكابتنه برضه هيبقى كويس جدا. عندي جواو بيدرو، مش عارف هيلاعبه ولا مش هيلاعبه. فانا بنسبه كبيره جواو بيدرو بالنسبه لي علامه استفهام. هديله برضه الماتش ده. هشوف برضه الاسبوع اللي بعده ممكن اعمله ترانسفير ولا ايه. بس الى حد ما لحد دلوقتي انا بلاعب جواو بيدرو اساسي، ومستني بقى برناردو اشوف ايه اللي هيحصل. برناردو كاتبين 75% تشانس اوف بلاينج، فانا عندي كده قبل الديدلاين بمثلا ساعتين ثلاثه هشوف الاخبار بتقول ايه. في تسريبات كتيره بنجيبها من حتت كتيره بنعرف اللعيب هيلعب ولا مش هيلعب. فلو هنشوف برناردو طلع لي اي تسريب او خبر ان هو هيلعب، فهنزله في خط الوسط وهطلع جابريل احتياطي. لو مش هيلعب هلعب بيها كده، لان نسبه ان جابريل يلعب الماتش الجاي هتبقى عاليه، لان تمبر متصاب وعندك تومياسو اتطرد، فهو ما عندهوش حلول كتير انه يلاعب مدافعين تانيين اكتر من جابريل. يعني حتى لو هيبيعه، حتى لو مش حاطه في حساباته، هو مضطر عليه الاسبوع ده. فانا برضو هديله فرصه جابريل يلعب الاسبوع ده لو برناردو ما لعبش. لو برناردو هيلعب بنسبه 90% ولا 100% هيلعب، هنزله خط وسط والعب ب 3 5 2 ان شاء الله الاسبوع ده. وحاسس كده، حاسس ببسيط من الامل ونور جاي من بعيد كده ان انا ممكن اعمل حاجه ان شاء الله الاسبوع ده. وهنتقابل ان شاء الله خلال الاسبوع في الفيديوهات القصيره اللي بنعملها كتير على التيك توك وعلى اليوتيوب. هنتكلم فيها دايما عن الابديت اللي بيحصل كل شويه، النقط بتاعتنا جبنا قد ايه والكلام ده كله. انت برضو اكتب لي في الكومنتات يا معلم انت تشكيلتك عامله ازاي.
لو عايزني اقول لك اي حاجه على تشكيلتك تشيرها معايا، نشوف كده مع بعض ايه اللي ممكن نغيره او اي حاجه. وانت برضو اكتب لي ايه رايك في التشكيله بتاعتي، مين انا محتاج اجيبه. طبعا انا محتاج اجيب ويسا، محتاج اجيب امبويمو، دول الاثنين دول انا محتاج اجيبهم بصراحه. بس مستني يكون عندي ترانسفير، مش عايز اعمل اي ترانسفير بي ماينس، فهستنى الجوله دي ان شاء الله هنزل بالتشكيل ده، والجوله الجايه نشوف هنعمل ايه. لو اول مره تشوفني بقى يا معلم، ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وشير، واشوفك في فيديو جديد بقى من ديجو تيوب، ونشوف تشكيله الاسبوع الجاي هتكون ونشوف التشكيله الاسبوع الجاي ان شاء الله هتعمل معانا ايه. اشوفك في فيديو جديد ان شاء الله الاسبوع الجاي بعد الماتشات كلها. سلام.